السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي أم رحمة في قناة أكلاتنا في الأرياف. النهاردة يوم السوق بتاعنا، اليوم الطويل، اليوم المتعب لكل ست. أول حاجة برحب بكم يا حبايبي، أهلا بكم. يا ريت اللي يشوفنا لأول مرة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، ويا ريت ما تنسناش في البصمة الحلوة لأن البصمة بتعلي لينك القناة. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده أنا في السوق، وأول حاجة بعملها دعاء دخول السوق. طبعا بقول اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك، اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. ده يا حبايب قلبي دعاء السوء. طبعا ده يوم الاثنين بتاعنا، بنسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وندخل السوق بتاعنا ونشوف الأسعار بتاعتنا عاملة ازاي، نبدأ نجيب طلباتنا اللي احنا بنحتاجها للبيت. زي ما انتم شايفين كده، الفواكه والخضروات والبصل والثوم والطماطم، كل حاجة متوفرة. ده حتى الطيور عندنا في يوم الاثنين بالذات بتبقى متوفرة، الطيور بجميع أسعارها والخضار بكل أنواعه. يعني هتلاقي أي حاجة محتاجاها، أي حاجة انت عايزاها هتلاقيها عندنا في السوق بتاعنا ده. بيتوفر فيه كمان الكشك، الملوخية، الجبنة، السمنة. السوق ده معروف في بلدنا، بيجيله ناس كتير من مناطق كتير، زي القرى اللي حوالينا. يعني هتلاقي ناس من القرى اللي حوالينا، غروب البلد اللي احنا بنقول عليهم غروب البلد، غروب يعني أغرب عن بلدنا، بيجوا السوق بتاعنا ده لأن هو مشهور في المنطقة بتاعتنا، أو مشهور في بلدنا اللي هي ايه بقى، بلدنا اللي هي محافظة بني سويف نفسها. ففي ناس من القرى اللي حوالينا زي شمانت، بليفيا، بيبا، الوسطى، دلاس، طنطا، بهبشين، الشناوية، تلاقيهم كلهم بينزلوا المركز بتاعنا علشان ياخدوا طلباتهم من هنا، ياخدوا الثوم، ياخدوا البصل، ياخدوا الطماطم. الثوم بكميات كبيرة والبصل بكميات كبيرة. كان في حد سألني ايه الفرق بين البصل الأبيض والبصل الأحمر. البصل الأبيض يا جماعة ينفع للكشري، للبصارة، لأن البصلة بتاعته لما بتحمريها بتنشف. أما البصل الأحمر ينفع لجميع أنواع الأكل، تمام، أي أكل، لأنه مسكر وبيدي ريق حلو قوي كده للطبيخ. طبعا بعد تعب رايح جاي رايح جاي عشان أجيب أقل الأسعار وأحسن حاجة. يعني أنا بفضل رايحة جاية كده طول النهار في السوق، يعني ممكن أقضي لي ساعتين 3 كده في السوق علشان أجيب أقل أسعار وأجيب أحسن حاجة. دلوقتي عودا حميدا، ادي احنا رجعنا بيتنا بالسلامة. وتعالي نشوف بقى ام رحمة جابت ايه. نفضي كده، انا بحط الشكارة دي لان الشنطة اسياخ حديد، فالاكل بيفلت منها وانا ماشية. يعني لو اشتريت طماطم او خيار ممكن يفلت منها. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الحاجات اللي احنا جبناها لليوم دوت، جبنا جميع انواع ما يحتاجه البيت، جبنا فاكهتنا وجبنا خضارنا وجبنا حاجتنا، الحاجات اللي احنا بنحتاجها وبس. انتوا عارفين ام رحمة ما بتجيبش غير اللي محتاجاه وبس، ما بجيبش حاجة تزيد عن حاجتي او حاجة تفيض مني واجي اخر الاسبوع ارميها والعياذ بالله في الزبالة. لان اللي يحافظ على النعمة تحافظ عليه. انما اللي بعطر النعمة ربنا بيخليها تزول من وشه. واحنا عايزين ربنا يديم علينا نعمه ويديم علينا فضله ويديم علينا ستره وكرمه. واحب اشكر الناس الجميلة اللي دايما معانا وواقفة معانا. احب اشكر استاذ عماد السايس، الاخ الغالي الجميل العزيز اللي ربنا يكرمه ويفرح قلبه. احب اشكر حبيبة قلبي اميرة الورد الغالية الغالية قوي قوي عليا. احب اشكر كمان اخويا مبارك، اشكر اخويا الغالي مرعب الخصوم، اشكر كمان اخويا فهد، اشكر حبيبة قلبي ام شيماء الغالية عليا قوي 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 قوي. اشكر اختي وحبيبتي جنى بنت قلبي، ربنا يحفظها يا رب.
اشكر اختي ام سامي، اشكر ابو نواف، اشكر اخويا فيصل. ويا ريت يا ريت اللي يشوف الفيديو بالله عليكم بالله عليكم اللي وصل لحد هنا يسمعني دعوة حلوة لاخويا فيصل، يقول يا رب يا رب بركة دي الأيام المفترجة يشفيه ويعافيه، يشفيك يا فيصل، يا رب يشفيك ويعافيك ويرجعك لبيتك وأهل بيتك بألف سلام. بصراحة أخ عزيز وغالي ما شفناش منه غير كل حاجة حلوة، ربنا يحفظه ويكرم أصله، الراجل الطيب المحترم. بشكر أستاذ عماد، بشكر كمان مين بشكر كل اخواتي وحبايبي. استاذ علي، استاذ علي الجميل المحترم الطيب، الزعيم الجزائري، أمولة العسل، كل اخواتي كلكم والله. ماما حميدة ربنا يحفظكم. بندر عشان ما يزعلش، الفيديو قرب يخلص وانا عمال اشكر في بندر وامل. النهارده زي ما انتم شايفين كده قابلت واحده في السوق بتبيع الديكين دول، هم كانوا صاحيين والله وانا ذبحتهم، بس انا اتغشيت فيهم ما اكدبش عليكم. دول خدتهم منها وزنتهم طلعوا خفاف زي ما انتم شايفين كده، بس يعني قلنا يقضوا الغرض. خدتهم بكام يا ام رحمه؟ خدتهم ب150 جنيه. جبت ايه يا ام رحمه؟ جبت زي ما انتم شايفين كده، جبت خيار وجزر وطماطم، حاجات كتيره واسعار مختلفه. جبت السمنه عندنا ببلدنا اللهم صل على كامل النور، السمنه عامله بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، عامله الكيلو ب170 جنيه، السمنه ب170 جنيه. جبت 2 كيلو علشان بصراحه كانت الدنيا مقشفره قوي، ما عنديش سمنه ولا عندي جبنه. وجبت كمان الجبنه القريش الحلوه دي الكيلو عامل 35 جنيه، كيلو الجبنة القريش عامل 35 جنيه. اللي تعجبه الأسعار يقولي وأنا أجيب له من عينيا الاتنين. جبت ايه كمان يا ام رحمة؟ جبت اللهم صل على كامل النور. بصوا بقى استنى عشان ايه اركز كده وافتكر الأسعار، عشان اختكم عندها ذاكرة سمك، عارفين يعني ايه سمك. جبت أنواع فاكهة كتير. طبعا الخضار ده كله مش بتاعي، الخضار ده فيه منه بتاع بنتي هدير، يعني مش كله ده، انا كنت مسواه انا وبنتي، بنتي هتاخد نص الطلبات وانا نصها. جبت بصل اخضر عامل الربطه بجنيه، جبت ربطه نعناع بجنيه. جبت خضره كمان حلوه قوي 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 قوي، جبت الربطه برضو بجنيه، الخضره نزلت الحمد لله. جبت الكرنبايه الجميله دي ان شاء الله هعملها معاكم. عايزه افتكر الاسعار والله الواحد بينسى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفرك يا رب واتوب اليك. جبت كمان معاكم بصوا استنى عشان انا انا كده هبدا من الاول لان نسيت الاسعار وهاجر بتفكرني. جبت ليمون حلو قوي ان شاء رب العالمين، هعمله معاكم ليمون معصفر باذن الله وهصوره وهوريه لكم ان شاء رب العالمين. جبت ايه كمان يا ام رحمه؟ طماطم الوزن 25. ايه طماطم الوزن 25. الطماطم صح كده، الطماطم جبنا الوزنة ب25 جنيه، يعني الكيلو ب12 جنيه ونص. جبنا الكرنباية الحلوة دي ب15 جنيه. القلقاس برضو كان القلقاس كان عامل كيلو ربع ب15 جنيه. الجوافة ب10. استني ما نفتكر، الخيار كان عامل 6 جنيه، كيلو الخيار كان ب6 جنيه. الجزر كان ب10. والقتة برضو القتة كانت ب7 جنيه. والجزر جبت الكيلو كان عامل 10 جنيه، جبت نص كيلو بس علشان احط منه مع الليمون. وجبنا الفلفل اللهم صل على كامل النور، الفلفل الكيلو ب10 جنيه. انا حابة ان انا اقول لكم الاسعار. كمان الملوخية الحلوة دي، الملوخية دي كانت ب6 جنيه، جبت نص كيلو. تمام. جبنا ايه كمان؟ الموز ده بتاع هدير كانت جايباه كيلو ب15 جنيه. والرمان كيلو ب10. الكيلو ب10 جنيه، كيلو الرمان عامل 10 جنيه. ايه كمان؟ البرتقال كان ب10 جنيه، البرتقال عامل 10 جنيه. بصوا بقى البرتقال والموز وفي كيس جوافة بتوع بنتي هدير، بتوع هدير. واحنا لينا واحنا برضو ايه علشان علشان احنا في الوقت ده كنا بنقسم في الحاجة
كنت انا وهي بنقسم في الحاجة، وجبت قتة، وجبت اللهم صل على كامل النور، جبت قلقاس، جبت حاجات كتيرة يعني. اتمنى من حضراتكم اللي يشوفنا يا ريت يا ريت ما ينساناش في دعوة حلوة، جزاكم الله كل خير. نسيت عبد. استاذ عبادي ربنا يكرم اصله يا رب، ربنا يكرم اصله، فرح قلبه ويرضيه ويرضى عنه. اخويا مخاول ليه ربنا يكرم اصله ويفرحه، ربنا يرضى عنكم، ربنا يحفظك يا رب يا استاذ عماد. يا ريت يا جماعة الخير ما تنسوناش في الدعوة الحلوة والكلمة الحلوة. انا ما يهمنيش الدعم المادي اكتر ما يهمني الدعم المعنوي. في ناس كده بتخش كده تدعم دعم معنوي، تبص تلاقي الدنيا جميلة جميلة. انا بفرح بالكلمة الحلوة، بفرح بالكلمة الحلوة قوي. جبنة القريش دي على فكرة انا عايزة اقول لكم اللي بيعمل رجيم، الجبنة القريش دي جميلة، دكاترة الرجيم بيوصفوها لأي حد بيعمل رجيم. تمام. عايزة اقول لكم كمان عايزة اقول لكم ايه، والله نسيت الكلام، انا بنسى الكلام، بنسى. انا كنت جايبة ملوحة في اليوم ده، كنت جايبة ملوحة وبصل اخضر، عشان انا بحب اكل البصل الاخضر مع الملوحة، بحبهم قوي 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 من زمان. هنعمل بقى الفراخ دي مع الكرنب ان شاء الله النهارده، وده هيبقى غدانا. ادي الليمون اللي انا قلت لكم عليه باذن الله، هجيب له عصفر مع الفلفل الشطه، مع الشطه، وهعمله معاكم ان شاء الله ليمون معصفر جميل قوي. طبعا قلت الهجر في الوقت ده يلا يا هجر ظبطي التلاجة بتاعتك كده علشان نرص فيها حاجتنا، وظبطوا دنيتكم كده. بصوا ما اكدبش عليكم، انا في حاجات بحطها من غير غسيل لان الماء بتبوظها، في حاجات برصها في التلاجة بتاعتي من غير غسيل لان الماء بتبوظ الحاجة. انما الطماطم لازم اغسلها كويس، الملوخية اغسلها والفها في فرطة في حتة قماشة تفضل معاكي كده خضرة لحد تاني اسبوع. الطماطم بحطها في العلبة بتاعتها. وكده يعني انا هوريكم دلوقتي كل حاجة واحنا بنرص حاجتنا في التلاجة بتاعتنا. اتمنى ان الاسعار تعجبكم، ولو فاتتني حاجة اكتبولي في الكومنتات، لو عايزين تعرفوا اسعار اي حاجة، اي حاجة عايزين تعرفوا سعرها اكتبولي في الكومنتات. اكتبولي بصوا اللهم صل على كامل النور، اكتبولي سعر الطيور عندكم كام، سعر البط كام، سعر الفراخ كام، اكتبولي سعر الطماطم عندكم بكام، سعر التوم بكام. كل واحد كده اللي عايز يسأل سؤال واللي حابب يقول سعر الحاجة عنده ببلده كام يقول. واتمنى الفيديو يلف العالم كله وتشوفوا اسعار بلدنا ويعجبكم وينول اعجابكم. ودلوقتي تعالوا نشوف هنرص حاجتنا ازاي في التلاجة بتاعتنا المتواضعة، التلاجة المتواضعة التلاجة المتواضعة، اقسم بالله انا جبت النجار للتلاجة دي محدش يضحك محدش يضحك. دلوقتي حطيت كده السمنة بتاعتنا على الرف لحد ما نسيحها، وادي الطماطم حطها في العلبة بتاعتها. ان شاء الله اتمنى من حضراتكم ما تنسوناش في دعوة حلوة وكلمة حلوة، جزاكم الله كل خير. ما تنسوناش من صالح الدعاء، ما تنسوناش في كلمة تكبر خاطرنا. جبر الخواطر على الله يا جماعة، جبر الخواطر فعلا على الله. ما تنسوناش في كلمة كده تكبر خاطرنا بالله عليكم، علشان اختكم غلبانة غلبانة بجد والله العظيم. مفيش حد يعني مش هيقول لكم على احساسه اللي بيحسوا زي ام رحمة كده، والله العظيم لما حد بيدعي لي دعوة حلوة ببقى مبسوطة جدا. ربنا يجازيكم الخير، ربنا يفرحكم ويرضيكم ويرضى عنكم، واقول لكم سلام والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورتوا وشرفتوا قناة ام رحمة، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.